يا صباح الورد والفل والياسمين. يا صباح العندليب واللبن الحلال. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ علو بينا نسمي الله ونصلي على رسول ونشوف الرزق اللي ربنا بعته لنا النهارده. طبعا انا كنت مرجله البطه دي معاكم قبل كده، وبيضها ما طلعش كله. سمعت صوي تحتها النهارده. انا كنت شايله من كام يوم البيض اللي رايق تحت اللي هو بفاضي ما فيهوش كسر، بسيبه للاخر كده. البيضه اللي بلاقيها رايقه خالص بشيلها برمي. البطه دي لقيتها طالعه بجناحها، هي المفروض بتطلع بدماغها الاول ورجليها، فلقيت جناحها اللي طالع ومزنوقه من البيضه مش هتعرف تطلع، فانا سلكت لها شويه. والتانية برضو لقيت القشر ايه يعني خلصانه عليها كده، قلت برضو اسلكها لها حب. هو من المفروض يطلع لوحده، نسيبوه يطلع لوحده لان ممكن تكون ما اكتملتش. بس في الحاله اللي زي ديت ان البطه مزنوقه في البيضه مش عارفه تطلع، فبنحاول نوسع لها شويه القشره كده عشان ايه تطلع بالراحه. فما نعملهاش كلها عشان ممكن تكون لسه سرتها مفتوحه قوي، مش منشفه الدم اللي حواليها، ممكن تموت منك على طول ما تعيش. لا اله الا الله. شوفوا لسه بتطلع ديت اهي. مع- معذبه نفسي، مش عارفه اعمل بايدي الاتنين عشان ما فيش حد معايا يسوي. فانا بحاول اوسع لها لقد ما اقدر، ان هي المفروض بدماغها يورد لها رك ما سلكنا لها هتبص تلاقيها طالعه على طول اهي. ما شاء الله اللي طالعين حلوين وناشفين تحت امهم وصورتهم ملمومه وحلوين. بس مش هنوكلهم الليل، احنا كده الصبح هنسيبوهم النهارده لتاني يوم الصبح او العصر على ما صورتهم تلم وامهم تعركهم حلو. بحاول ادخل امهم عليه، عاوزه تعضنا. هما دلوقتي يعني 5. الحمد لله رضا، الرزق اللي ربنا بعته رضا الحمد لله. بحاول ادخلها مش راضيه تخش، خايفه مني. بس هي ما بطلع وبسيبها بتخش، فانا رحت لهم تاني لقيت البطه بتسلك نفسها برضو اللي هي في البيضه ديت وبتطلع. رحت عشان اشيل القشر من تحتهم. هيباتوا مكانهم كده وهسد عليهم بحاجه للصبح ان شاء الله. لا امهم هتاكل ولا هترضى تطلع تاكل. شوفوا هي طلعت اهي، واللي طالعين ما شاء الله عليهم حلوين ازاي. البط بتاعي ده مسكوف على بلدي مجنس. اللي في البيضة كانت سلكت، اللي احنا سلكنا لها طلعت اهي، طلع عرجانة وعاملة ازاي. هي كانت عايزة تطلع من بدري، هندخل امها عليها بقى تعركهم وتدفيهم عشان تبقوا حلوين زي زمايلكم. ده تاني يوم بقى وانا رايحة اجيبهم. انا مصورلكوا الفيديو على يومين. تاني يوم وانا رايحة اجيبهم ما شاء الله ضيفوا وعرق وبقوا حلوين، وكل واحدة في ركن بعيد عن امها، واللي طلعت تجري وراها، ودولت لسه دول تقريبا عايزين يكملوا نوم. وممكن بقى نجيبوا معاهم شوية بط من التاني، البط الخضاري او مش عارفة اسمه، هو بط خضاري او بط فرنساوي. تربيهم معاهم بس بيكبر بسرعة عن البط البلدي دي. فهنا البيضة اللي كانت بتطلع بجناحها، البط اللي كانت بتطلع بجناحها هي راكدة على جنبي ما هيش عارفة تتعدل. انا نقلتهم في مكان تاني وحطت لهم مية واكل، وبحط في المعون اللي بحط فيه مية بحط فيه طوب عشان ما يغرقوش فيه. مكان يكون نظيف بقى بعيد عن العرس والفئران، دي اهم حاجة. سيبتهم بقى هنا هياكلوا، نسيبهم هنا مع امهم على ما يكبروا بقى ونبقى نسيبهم في الحوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.